يا جماعة أنا دلوقتي جعانة والوقت اتأخر وجعانة جدا جدا وبجد ما عنديش أي حاجة إن أنا أنقنق فيها كده بالليل. وبصوا ما بقتش عارفة أعمل إيه والوقت اتأخر، مش عارفة حتى إن أنا أنزل أجيب لي أي سناكس كده أنقنق فيها ولا حاجة بالليل. بصوا بقى، ما عنديش غير كيس الفايش ده وعندي كمان كيس مولتو وعندي باقي الكيس البسكويت بتاع هيما ابني. قلت أكيد مش هاجي جنبه، بس هشوفه في الآخر إن أنا هاكله بصراحة. وكمان في السريلاك أكيد برضه مش هاجي جنبه. عايزة أقول لكم بجد ما حدش يجيب السريلاك ده خالص. اعملي أحسن الأكل الطبيعي في البيت عشان خاطر إيه يبقى مفيد لابنك. هنا قلت ايه كده هاكل البسكوت بتاع ابني، وبعد كده دخلت على كيس المولتو. يعني عايزه اقول لكم اصلا يعني وانا باكل اصلا الكيس بتاع ابني قلت حرام بصراحه. فايه ده اللي خلاني اخش بعد كده على كيس المولتو وسبت كيس البسكويت يعني. المهم ايه، لقيت الكيس المولتو يا جماعه خلص مني كده وانا باكل. قلت ليه هو بكام؟ لقيت صاحبتي كانت عندي بصراحه قاعدين بنرغي شويه مع بعض، قالت لي ده انا بتاع ده كنت جايباه مش عارفه، قالت لي باين ب7 جنيه. قلت لها ده ب7 جنيه. فبصراحه عارفين اتضايقت جدا، فقلت لا انا اقوم ايه اعمل كده على طول معاكم يا جماعه المولتو. عايزه اقول لكم الطريقه سهله جدا وسريعه جدا جدا. قمت كده على طول قلت ايه هعمله بالظبط في 5 دقايق. اصلا كانت صاحبتي عندي وعايزه تمشي، قلت لها اصبري بس مش هينفع تكوني برضو عندي وما ناكلش حاجه. قلت هقوم كده على طول يا جماعه. دخلت على طول كده على المطبخ وقلت اصور لكم بصراحه الوصفه هتعجبكم قوي قوي. هنا بقول لكم تفتكروا هنعمل ايه مع بعض ولا تفتكروا ايه الطريقه اللي هنعملها على طول مع بعض؟ بصي بقى يا ست البنات، الاول كده هتجيبي بوله هتحطي فيها كوبايتين ميه، كوبايتين ما تزوديش. نص الكوبايه اللي هتشوفوها دلوقتي دي انا كنت عطشانه بصراحه فشربت. لاني بصراحه دايما بنسى ان انا اشرب، فالدكتور قال لي لازم على طول تشربي. تمام. بعد كده جبت معايا الزيت، هتحطي بالظبط برضو معلقتين ل3 زيت، ما تكتريش عن كده. تمام. معلقه اللي هي تكون كبيره بتاعه الاكل. ما تزوديش طبعا عن كده عشان ما تبقاش العجينه معاكي سايله خالص. وبعد كده هنحتاج كيس خميره اللي هي الفوريه ديت هتحطيها. وبعد كده هنخش على مرحله السكر بقى. انا هنا يا جماعه انا جاي احط السكر لقيت بني كده في السكر، فبقول لكم ان ده بني يعني. وبعد كده هتلاقوني برضو غيرت المعلقه عشان كنت بصوا هلحوس الدنيا خالص، اللي هو انا عايزه اي حاجه مسكره بسرعه، فكنتوا عارفين يعني عماله يعني اخلص كده بسرعه 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 عشان زي ما قلت لكم الحاجه في 5 دقايق. تمام. وبعد كده حطيت معلقتين سكر وكمان تحطي رشه ملح. انا بصراحه جيت احط رشه ملح لقيتها جت معايا حبه حلوين، قلت يلا مش مشكله، المهم ان انا اخلص عشان خاطر عايزه اكل اي حاجه مسكره ضروري. يا جماعه البتاع السيليكون ديت ناس كتير قالت لي انت بتفتحيها ازاي. اهي يا جماعه بوريكم الطريقه. انا بصراحه اول ما جبتها في الجهاز اللي هو يا ربي هي بايظه ولا في ايه، في الاخر بصراحه اختي الله يبارك لها هي كانت عندي قالت لي بصي بتتفتح بالطريقه ديت، يعني بتجيبي البتاع اللي فوق ديت وبتفتحيها يمين بتفتح شمال بتقفل. المهم يا جماعه الخليط ده كله قعدت كده اقلبه مع بعض بالبتاع السيليكون ديت ما نفعتش خالص. قلت ايه هقلب خلاص بالشوكه. بصوا يا جماعه هقول لكم المقادير تاني. معلقه زبده كويسه كده حلوه، وكمان كوبايتين ميه، معلقتين او 3 سكر براحتك، وكمان رشه ملح صغنونه خالص. ويا رب ما كنتش نسيت حاجه في المقادير. طبعا والخميره ما تنسيش خالص تحطي الخميره كمان وتقلبي ايه كله ببعض. تمام. وكمان يا بنات ما تنسوش تحطوا الزيت. هتيجي بعد كده في الدقيق هتحطي الدقيق، بس اهم حاجه يا يكون خاص بالحاجات اللي هي الفينو والكايزر والحاجات ديت، يا اما يكون يعني متعدد الاستخدامات. انا بصراحه كان عندي لو متعدد الاستخدامات. وهنا بقول لكم استنوا يا جماعه لاني لقيت الكيس بتاع الدقيق عمال ينزل كده الدقيق من تحت، وانا بصراحه قعدت اضحك انا وصاحبتي. قلت لكم استنوا يا جماعه انا هقلب كده، ورجعت بعد كده حطيت دقيق تاني لاني لقيت العجينه مش عجباني بصراحه. ففتحت كيس دقيق تاني وعملت كده وقعدت اعجن شويه بايدي. قلعت هنا الدبله والخاتم فلبستهم بعد ما خلصت. قعدت اعجن كده وبعد كده هجيب كده يا جماعه كيس عشان خاطر العجينه تخمر معاكي شويه. لو ما عندكيش الاكياس اللي هي بتاعت اللي انت اللي هي السلوفان وكده، بتحطي الكيس بتاع السندوتشات دوت هتقسميه كده نصين. وانا حطيت هنا بصراحه كيسين وهتسيبيها تخمر معاكي شويه. انا بصراحه عشان ايه ما كانش في اي وقت، فتحت الفرن يدفى شويه وبعد كده البوله حطيتها في الفرن يا جماعه. هنا بقول لكم يا اما تحطوا الفوطه. هنا يا جماعه بصوا وانا بتحرك لقيت الكاسات خبطت في بعض وهيما كان نايم جوه. بقيت اقول لا يعني حاولي ان انت يعني تعدي معايا اليوم يا كاسات عشان خاطر هيما بص من اقل حركه طبعا بيصحى زي اي بيبي. بعد كده يا جماعه سبتها تخمر شويه. هنا بوريكم علبه النوتيلا. انا بصراحه ما كنتش حاسه ان انا عايزه اكتر في الشوكولاته لان انا سناني اصلا بتتعبني جدا جدا من الشوكولاته. هنا ما شاء الله خلاص بعد ما خمرت هتشوفوها كمان معايا دلوقتي على الرخامه. طبعا تكوني منضفه الرخامه جدا جدا. رشيت هنا كده شويه دقيق. زي ما بقول لكم يا جماعه انا ما كترتش المولتو هتشوفوه دلوقتي، مش ما حشيتوش يعني كله شوكولاته، لا سبت منه ساده كتير جدا جدا عشان انا الشوكولاته بتتعبني جدا.
حطيت هنا يا جماعه العجينه خلاص على الدقيق، وبعد كده هفضل كده اعجن فيها تاني. انا في موضوع العجن بصراحه بحس ان انا يعني شكلي يضحك بصراحه. ان شاء الله ربنا يكرم وابقى اجيب العجان، اكيد طبعا اسهل بكتير. وقولوا لي ايه احسن نوع عجان، لان انا ان شاء الله عايزه اجيب عجان بصراحه. فقولوا لي ايه احسن نوع عجان واسعاره ايه، لان انا برضو معرفش. يعني انا بحب قوي ان انا اخد منكم اي معلومات بصراحه، وبحب قوي ان احنا نتكلم مع بعض. هنا عملتها كده زي الفينو رول كده، وبعد كده طبقتها تاني وقعدت اعجن فيها شويه، وما شاء الله كانت عماله تخمر جدا اصلا. وزي ما قلت لك ان انت تدفي الفرن شويه وتسيبيها هتخمر معاكي بسرعه جدا. قعدت افرد كده يا جماعه. وعايزه اقولك لو انت عروسه بجد وبتجهزي ما تجيبيش الرول ديت، هاتي رول اللي هي التانية اللي هي الطويلة، عارفاها اللي هي بتاعت البيتزا اصلا. دي بصراحة حسيتها رخمة قوي، ما حبيتهاش خالص، فان شاء الله هبقى اجيب التانية. هنا يا جماعة بجيب السكينة بتاعت البيتزا برضو، وقطعت كده. بس لو تلاحظوا هتلاقوا ان هي اصلا جاية معايا بكيرف، مش عارفة ليه، وكل ما اظبط ايديا برضو هي جاية معايا بكيرف. قلت يلا مش مشكلة، بتقطعيها كده وبعد كده بتجيبيها 7 و8 7 و8 7 و8 براحتك. لو عايزة مقاسات اكتر من كده او اكبر من كده، يعني انا في الاول شفتوا المقاسات هي الصغيرة، لقيتها بصراحة ان هي مش هتبقى حلوة. رحت بعد كده لما العجينه تاني كلها وحطيت تاني تحتيها دقيق. وبعد كده بصوا هنا بقولكوا المقاس صغير قوي، لو تلاحظوا العجينه هنا الشكل اختلف لاني عملتها من اول وجديد بصراحه. كده بعد ما كنت عملتها باتيه صغير او مولتو صغير، بعد كده خليتها حجم كبير ان انا اعملها مثلا باتيه او ان انا اعملها كرواسون. جبت بقى بعد كده معايا الشوكولاته اللي انت هتحطيها. بصوا يعني انت براحتك بجد، اقطعي العجينه على حسب المقاس اللي انت عاوزاه. زي ما قلت لكم برضو ان انا ما حشيتش شوكولاته كتير عشان موضوع سناني وكده، فعملت لجوزي بس كام واحده كده ولصاحبتي كام واحده بالشوكولاته وخلاص، والباقي ايه خليته ليا. بصوا ما شاء الله الكميه كانت حلوه قوي. كمان كان في صينيه تانية. عايزه اقول لك انت كده وفرت كتير جدا جدا بجد. دلوقتي كيس المولتو عامل له معرفش 7 و10 وحاجات، يعني اسعار طبعا ما كانتش الاسعار دي موجوده في الاول. انا بقول لكم خلاص ان انا خلصت اوريكم دلوقتي المنظر حلو قوي ما شاء الله. فالاحسن ان انت وفري واعملي حاجتك في بيتك، ولو كمان كل المخبوزات يبقى بجد فل الفل يعني.